كل ما تيجي تعمليه القشرة تقع من عليه. طب هقولك النهارده بقى من اول ما تقطعيه وتشرحيه لحد ما تتبليه بتتبيله خطيره ما تنفعش الا ليه. السمك الفيليه وابسط واسهل طريقه ممكن تتخيلي. يطلع معاكي متماسك وقشرته ثابته عليه من بره وما بتقعش منه، واخد تتبيله خطيره وابيض وطري قوي من جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الاول اختاروا نوع سمك فيليه تكونوا بتحبوه ويكون حلو، وتاكدوا ان هو ما فيهوش اي شوك وانه نوعه كويس. هنا بدأت ان انا اقطع السمك بتاعي بالعرض، يعني بمشي عكس الانسجة بتاعت السمك علشان ما تفتتش معاكم. ما تقطعوهاش بالطول علشان ما تبقاش معاكم طريه. قطعتها جزل كده رفيعه او شرايح رفيعه زي اللي بنشتريها من بره. انتوا طبعا تقدروا تقطعوها اعرض، ولكن التقطيعه دي بتساعدكم انها تستوي كويس وتبقى حلوه قوي. حطيت عليه ميكس توابل كده حلو خالص، هسيبه لكم في اول تعليق. ومعلقه من الثوم المبشور، ومعلقه من هريسه الشطه الخضراء، ومعلقه كبيره من الكرفس. هبدأ ان انا افرك التتبيله بتاعتي دي كويس قوي قوي مع السمك. اتأكدوا ان انتوا بتوصلوا الخلطة لكل مكان جوه السمكية، يعني ادعكوها كويس قوي من بره ومن جوه فوق تحت لحد ما تتغلف حلو قوي. مش هنحتاج ان احنا نتبلها اكتر من نص ساعة. بس حطيت كوباية من الدقيق ونص مقدار ميكس التوابل اللي انا قلت لكم اني هسيبها لكم في اول تعليق. وبدأت ان انا اخلطهم وركنتهم على جنب. نفس الكلام سوري، عملت في بولة تانية ونزلت عليه كوباية ونص من المية وبدأت ان انا اخلط. هبدأ انزلها بشكل تدريجي لحد ما يكون قوامها كده زي قوام الكريب شوية. هنبدأ ان احنا نجيب قطع السمك اللي اتبلت بتاعتنا، جنبينا طاسة فيها زيت ساخن. هنبدأ ان احنا ننزل الاول السمك في الخليط السائل وبعدين في الخليط الناشف او في خليط الدقيق اللي مش مخلوط. هنبدأ ننزلها، وكل قطعة لازم 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 ترفعوا الطاسة على النار علشان تحافظ على سخونتها. بنفس الطريقة هننزل السمكة جوه التتبيلة السايلة وبعدين جوه التتبيلة الناشفة. يعني قلبوها كويس قوي وفركوها، بعدين هنحطها على النار. هتطلع معانا حلوة قوي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. سيبوها بقى على نار كده متوسطة لحد ما تبدأ ان هي تاخد لون، وبعدين ابدأوا ان انتوا قلبوها. ما تقلبوهاش وهي لسه لونها ابيض علشان ما تفتتش معاكم وتطلع مش مستوية كويس. بمجرد ما خدت لون كده ذهبي من الناحيتين على نار وسط، بفكركم علشان تبقى مستويه كويس، بدأت ان انا بقى اخرجها كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم اللهم بارك، ريحه التتبيله خطيره. قدموه بقى مع عيش او طحينه، قطعوه من جوه. عايزه اقول لكم حلوه حلاوه ما حصلتش. متنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو علشان دعمكم بيفرق كتير، وتسيبولي كومنت لطيف زيكم تحت عشان كلامكم بيساعدني. قطعته بقى كده زي ما انتوا شايفين. تقدروا بقى تقدموه مع رز، تقدموه مع سلطة، عيش بقى وطحينة كده وصحة هنا.